اسلام صادق بيشكك في استاد النادي الاهلي، واحمد موسى يعلن عدم تشجيعه للنادي الاهلي. نبدا كده باسلام الغير صادق. كان مضمون البوست اللي نزله بيقول لك السؤال الاهم من الضجه المثاره على الاعلانات، والمقصود هنا باعلان النادي الاهلي اللي نزله وناس معارضه وناس متفقه مع الاعلان ناس، ولكن هو راح مكمل البوست بتاعه وقال لك ايه؟ هل هناك استاد للاهلي اصلا؟ قال لا. ولا ما هو ما فيش استاد، امال النادي الاهلي هيعمل لك اعلان بناء على ايه؟ لا، والناس كلها اللي بتشوف التصوير اللي بينزل وكل يوم والاستاد شغال وفيه يعني وقت مضمون ان الاستاد هيكون تم استلامه فيه اللي هو 200 اسبوع، لا، والبعيد عن ده كل ده الاستاذ اسلام صادق شايف حاجه غير اللي احنا بنشوفها. فيؤسفني اقول لك ان تصريحك ده او البوست اللي انت منزله المضمون بتاعه كله يخليني اقول لك شلولك، فانت رد عليه انت بمعرفتك بقى وشوف هتقول له ايه. الاستاذ احمد موسى اعلامي معروف طلع النهارده بيقول لك انا اعلن عدم تشجيعي للنادي الاهلي طبعا بسبب ان ابو تريكه ظهر في اعلان استاد النادي الاهلي. وهنا اقول لك والله الاهلي ما بيجبرش على حد انه يشجعه. والله عايز تشجع الاهلي شجعه، مش عايز تشجعه ما تشجعوش، مع اني متاكد 100% لو في برنامج انك تطلع مع ان محمد ابو تريكه يطلع معاك في البرنامج ده انت اول واحد هتيجي وتتكفي، لان وجود محمد ابو تريكه معاك انت في برنامج فيرفعك ويوديك في حته ثانيه. لكن انت دلوقتي لازم تركب الترند، وعايز تركب الترند وتكون معارض، فعادي جدا زيك زي عمرو اديب.